السلام عليكم. هذه أبرز العناوين. بعد دياز والخديم، لاعب مغربي آخر في ريال مدريد. بعد عروض فينربرشا، هل يخطف رومان النصيري ويقطع الطريق عن الجميع؟ أزنو يستفيد من قرب رحيل مزراوي عن بايرن ميونخ الألماني. مانشستر يونايتد يتأهب لحسم مستقبل سفيان أمرابط نهائيا. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بعد دياز والخديم، لاعب مغربي آخر في ريال مدريد. يقترب فريق ريال مدريد من حسم صفقة صيفية جديدة، بطلها لاعب مغربي قد ينضاف إلى قائمة اللاعبين المغاربة الحاليين في صفوف الفريق الإسباني. ودخل ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب المغربي رشيد فتال، صاحب 19 ربيعا ولاعب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. ويشغل فتال مركز مهاجم، ولعب في السنوات الأخيرة مع فريق ألميريا في الأقسام الأولى في بطولة الرديف، قبل أن تترصده أعين كشافة ريال مدريد الإسباني. وحسب موقع مرصد برو، فإن فتال سينضم لفريق ريال مدريد كاستيا الذي يلعب معه يوسف خديم، والذي يشكل مرتعا للنجوم يعود إليه الفريق الأول لريال مدريد كل مرة احتاج فيها إلى أسماء بديلة. وسبق لأشرف حكيمي أن مر من ريال مدريد كاستيا قبل أن يفتح له زين الدين زيدان الأبواب ويلعب مباراة توتنهام الإنجليزي عن دوري أبطال أوروبا. بعد عرض فينربرشا، هل يخطف رومان النصيري ويقطع الطريق عن الجميع؟ تلقى الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني لكرة القدم اتصالا هاتفيا من داني دي روسو مدرب روما الإيطالي لإقناعه بالانتقال إلى ممثل العاصمة في فترة انتقالات الصيفية الحالية. وأكد موقع فوت ميركاتو أن مدرب دي أب روما اتصل شخصيا بالمهاجم المغربي، وكان حديثه مقنعا بشكل كبير ليوسف النصيري لإقناعه بمشروع النادي الموسم القادم وقطع الطريق عن الأندية الأوروبية والعربية التي ترغب في ضمه ابن العاصمة العلمية فاس. وأوضح المصدر نفسه أن النصيري بات يضع روما كخيار أول بعد اتصال داني دي روسو على فينربرشا التركي الذي يرغب بدوره في ضم اللاعب هذا الصيف. وأكد على أن إدارة إشبيلية تطالب بعرض قيمته 30 مليون يورو مقابل التنازل عن خدمات النصيري، رغم أن عقده مع الفريق ينتهي صيف سنة 2025. من جهة، أكد موقع فوتبول إيطاليا أن مسؤول روما سيعقدون اجتماعا الاثنين القادم من أجل الحسم في موقف النادي من التعاقد مع النصيري. وأردف ذات المصدر أن ممثل العاصمة الإيطالية يواجه عقبتين: الأولى المنافسة الشرسة من أندية أخرى ترغب في التعاقد مع النصيري، والثانية تتمثل في المطالب المالية لنادي إشبيلية. علمت سبورت من مصدر مطلع أن نادي القادسية السعودي تلقى خلال الساعات القليلة الماضية الضوء الأخضر من الجهات المسؤولة عن الانتقالات في السياسة الجديدة للتعاقدات بالدوري السعودي من أجل تقديم عرض رسمي للفريق الأندلسي. وأوضح المصدر نفسه أن القادسية على تواصل مع الشركة التي تمثل مهاجم أسود الأطلس ومسؤولي إشبيلية لإقناع جميع الأطراف بالعرض السعودي لينضم النصيري إلى كوكبة النجوم الذين حطوا الرحال في دوري روشن السعودي. ويعتبر نادي فينربرشا التركي من بين أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع النصيري خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويسعى الفريق التركي لضم النصيري بتوصية من مدربه الجديد البرتغالي جوزي مورينيو الذي يفاضل بينه وبين مواطنه أيوب الكعبي المنتهي عقده مع أولمبياكوس اليوناني ونجم النسخة الماضية من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بدون منازع. وحصل فيكتور أورتا المدير الرياضي للفريق الأندلسي على الضوء الأخضر من إدارة النادي في ملف النصيري الذي يعد من بين أبرز مهاجمي الفريق في السنوات الأخيرة، ويخشى النادي رحيله بشكل مجاني متى من الموسم القادم. النصيري صاحب 27 عام سجل 16 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الكروي الأخير، وقدم تمريرتين حاسمتين، كما لعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة. أزنو يستفيد من قرب رحيل مزراوي عن بايرن ميونخ. ستشهد مسيرة آدم أزنو تطورا مثيرا، حيث منح المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني فينيست كومباني الضوء الأخضر لإدارة النادي البافاري للتعاقد مع أسماء بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بغرض سد الفجوات التي تعانيها كتيبة الحارس مانويل نوير. ولن يتحقق ذلك إلا بالتخلص من عدة لاعبين شكلوا دعامات أساسية في صفوف نادي بايرن ميونخ خلال السنتين الماضيتين، ومن أبرزهم المغربي نوصير مزراوي. ويتجه الربان الجديد للفريق البافاري البلجيكي فينيست كومباني إلى التخلي عن خدمات 6 لاعبين بارزين خلال الموسم المقبل، رغبة منه في ضخ دماء جديدة
بصفوف بطل البوندسليغا 31 مرة، ليكون قادرا على العودة مجددا للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية. ووفقا لما نشرته شبكة سكاي سبورت الألمانية، فإن المغربي نصير مزراوي وسيرج جنابري وليون غورتيزكا وجوشو كيميش والفرنسي كينغسلاي كومان والهولندي ماتيس ديليغ أصبحوا رسميا خارج حسابات المدير الفني الجديد للفريق البافاري اعتبارا من الموسم المقبل، في انتظار إيجاد صيغة ملائمة لفسخ عقودهم بالتراضي. ويسعى فينيس كومباني إلى إعادة تدعيم في صفوف البافاري بأسماء بارزة يكون باستطاعتها المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، خاصة بعد خسارة لقب الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن الموسم المنقضي، ما استدعى التفكير في التخلص من عدة لاعبين رغم أن عقودهم ما زالت سارية حتى 2025 على الأقل. وسار في الاتجاه نفسه موقع بايرن ستريكس المهتم بأخبار النادي البافاري، حين أوضح اليوم السبت أن البلجيكي فينيس كومباني أصبح متشبتا بفكرة التخلي عن خدمات المغربي نصير مزراوي خلال الميركاتو الحالي، وهي نفس قناعة إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني التي ترى أن الظهير الأيسر لمنتخب المغرب لم يقدم الأداء المطلوب منه خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى رغبتها في جنيه ما بين 20 و 25 مليون يورو جراء بيع عقده. وقرر النادي بايرن ميونخ ضم النجم المغربي الواعد إلى تدريباته بغرض تجهيزه للموسم المقبل، إذ من المرجح أن يعتمد عليه البلجيكي كومباني أساسيا في بعض المباريات خلال منافسة الدوري الألماني. مانشستر يونايتد يتأهب لحسم مستقبل سفيان أمرابط. يبدو أن حصول المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد على فرصة جديدة داخل الشياطين الحمر ليس مجرد شائعات من قبل وسائل الإعلام، إذ بات من المحتمل بشكل كبير أن يعود إلى مسرح الأحلام أولد ترافورد من جديد بعد إعارته من فيورنتينا في الموسم الماضي. وكان اليونايتد قد تعاقد مع النجم المغربي أمرابط الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من فيورنتينا الإيطالي الذي يمتلك عقده. وفي الموسم الماضي قدم أمرابط مردودا غير مقنع وظهر بأداء باهت، إذ عجز عن إثبات نفسه تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ الذي كان مسؤول عن استقدامه من فيورنتينا في ثوب الإعارة. وكانت التقارير قد ذكرت ليلة أمس الجمعة أن النادي يرغب بقوة في استعادة خدمات أمرابط من جديد في الموسم القادم. ولكن صحفي الانتقالات الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل إكس أكد أن إدارة الشياطين الحمر لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن استعارة جديدة للمغربي سفيان أمرابط. وكتب صحفي سكاي سبورتس: مانشستر يونايتد يخطط لاتخاذ القرار النهائي بشأن سفيان أمرابط الأسبوع المقبل. وأوضح: لا يزال النادي يمتلك حق شراء اللاعب، ولكن القرار من قبل الإدارة سيتم اتخاذه في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أمرابط الذي لا يرغب اللاعب في فيورنتينا في الموسم القادم سينتظر مانشستر يونايتد. وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إنجليزية أخرى إن تين هاغ يضغط على الإدارة من أجل الاستفادة من خدمات سفيان أمرابط مرة أخرى، وقد توصل المدرب مع مسؤولي يونايتد إلى اتفاق لاستعارة خدماته مجددا. وتأتي فكرة الشياطين الحمر لاستعارة خدمات لاعب فيورنتينا وعدم شراء عقده بصورة نهائية في ظل حاجة الفريق الإنجليزي لتوفير الأموال من أجل صفقات أخرى إضافية في خط الوسط، خاصة مع قرب رحيل عدد كبير من اللاعبين يتقدم الثنائي المخضرم كاسيميرو وكريستيان إريكسن إلى جانب إعارة الهولندي فان ديفيك إلى جيرونا. يذكر أن أمرابط شارك في 30 مباراة عبر مختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد بالموسم المنقضي، لم يتمكن خلالها من تسجيل أهداف أو تقديم تمريرات حاسمة. بإجمالي 1545 دقيقة لعب تحصل خلالها على 9 بطاقات صفراء.